أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناة الإخسر المصريين اللي بتتميز دايما وأبدا بالحصريات وضيوفها المتألقين في الساحة. معنا ومعاكم اليوم القضية اللي تحولت من مجرد فيديو على السوشيال ميديا لرأي عام بسبب القنوات الإخبارية، قلنا لازم نجيبه بما إنه ترند. معانا ومعاكم النهاردة الشاب الموهوب مرجان محمد عبد الله الشهير بترافيس سكوت الغلابة، وأيضا تصادف إن هو شبه الفنان القدير الكبير الصعب المؤسسة هيئة واجهة السينمائية المصرية محمد رمضان. اتكلم. وانا وسهلا سعادة الباشا، اهلا وسهلا، منورنا النهارده. بنورك طبعا يا سعادة الباشا، والله انا مبسوط موجود النهارده معاكم. نبدأ حلقتنا بسؤال حير الجميع عبر السوشيال ميديا بعد الفيديو اللي نشرته وحصد ملايين المشاهدات ليك. الأصوات أو الباك جراوند ليبسينك اللي بتعملها دي مصطنعة عشان تطلع ترند أكتر وتبقى شبهه فعلا، ولا دي حاجة فيك؟ لا دي حاجة فيا من صغري فعلا، والدي اكتشفها فيا بعد نتيجة الثانوية العامة بالظبط، ومن هنا بدأت الناس التانية تاخد بالها برضو، ان تلقائيا بقيت اعملها بلا وعي يعني. شايل إحصاء وعربي وإنجليزي وفيزياء وكيمياء ونجح رأفة في مادة الموسيقى، وليه دي اللي تعمل بنسبة الكهالة اللي أنت جايبها؟ ده صحن سامسونج مع ولا تعبي وريه اللي نشف معاك طول السنة ومصاريف اللي دفعتها ذهبت هباء. أنا اتصرف إزاي دلوقتي؟ ربنا له السلطان. اتصل يا سلام بأي برنامج وادفعلهم بالفيزا يستضيفوا ابننا. على إيه؟ أنا خدته؟ ابننا محمد رمضان يا بنت، إن ما سمعتيش عليه ضفري له شعر بالمرة، ممكن يطلع شبه أي حد مشهور أجنبي. قول يلا أي حاجة مش مفهومة. اللهم صل على النبي. ابن ترافيس سكوت شال انجازي لما نديله رجل الواد. قصة صعود صعبة جدا وشيفت كارير خطير من أعماق الثانوية العامة لقمة الهرم الفني بإذن الله. هل الشبه هو الشيء الوحيد المشترك ولا في حاجات تانية مشتركة يعني؟ انا من صغري بحب التمثيل جدا، واهل الحتة لاحظوا الموضوع ده وبيدعموني لحد ما وصلت صوتي على النت، وحضراتكم برضو تواصلتوا معايا وتستضيفوني النهارده يعني. بيقولوا عاوزين 3000 جنيه والفيزا ما فيهاش غير سالب 68 جنيه وزيد تمويل. يا حاج يا حاج، رصيد في البنك ده يا حاج ولا شحن التليفون السامسونج؟ اديتها يا بنت الوسط. موهبتك وصوتك اللي وصلوا عبر النت أكيد أثرت في الناس، وشافوا إن المواهب الشابة دي لازم يتم دعمها. ليه يا بنتي قلت في CNN بيدهبك بقى وخد هدوم الواد ده شحته عشان يسحب على المطمخين في التيك توك، ولا بتعرف تشحت يلا؟ هل في حد في الشارع اتلخبط بينك وبين الفنان؟ كتير جدا جدا طبعا، ده كل ما انزل اجيب فول وطعميه الصبح او مش خطوتين بس الناس تفتكرني محمد رمضان، بيطلبوا يتصوروا معايا وانا ما اقدرش اكسفهم طبعا، واجب عليا اتواضع لهم برضه. انا من غير الناس ما كنتش وصلت للي انا فيه ده. كب سجحت انا باسمك وكان عندي عتق مزمن ونفسي في اسد والله العظيم. طيب انت ايه رايك في انتقادات الناس ليك؟ طبعا قضيتك كانت قضيه راي عام وتحولت من معارضين الى برضه داعمين ليك وناس بتحبك جدا. يعني هو معلش في الكلمه بس انا واخدها مرزقه يعني. هو عامه انا بعرف اجيب الجنيه واشتغلت سايس واجيب كل حاجه، بس قالوا لي انك فيك شبه من ده وده ومش عارف ده مشهور، طب ما تطلع سبوبه من ورا الموضوع. طبعا انا رفضت في الاول لان انا ما ينفعش اكون حد غير الموضوع بصراحه بقبضه حلو، فمش يعني انا غلبان والله. طيب وانتقادات الناس ليك مع اول فيديو انت نشرته على صفحتك؟ هو اولا فنانين كبار جدا بيتم انتقادهم، والناجح بيتعرف لان ليه اعداء. نجاح ايه؟ هو انت لسه نجحت عشان تنتقد ويبقى لك اعداء؟ طبعا يعني انا نزلت فيديو ليا وبعمل له منشن يعني حتى عشان هو مثلي الاعلى وانا بحبه، والمفروض انه يفرح ان في حد من المنصوره شبهه وماشي بالكاركتر بتاعه، فلقيته عمل لي بلوك. لكن ترافيس سكوت عادي عمل لي كومنت وقال لي يعني بيحبني وبيدعمني، والناس كلها تتصل بيا تقول لي الف مبروك انت تعبت وانت تستاهل الخير، وبيحبوني وبيدعموني. ومعانا مداخله تليفونيه من مكان مجهول ونقول الو. Yo, what's up, man? I just want to say I came through your shit on TikTok. Everybody been tagging me, saying you look like me. You ain't getting nowhere trying to pretend someone you're not, man. You ain't Travis Scott, you ain't Muhammad Ramadan. All you are is a failure to your parents, which didn't raise you to tell you that you ain't going nowhere being the fake as which you are. You were born and raised a black guy, so you're just gonna assume you look like every black celebrity. You ain't shit, man. You ain't nothing. I don't know your background. You may be desperate for money, but that ain't the way, bro. Go get yourself a job instead of embarrassing yourself on a fake ass show on social media trying to copy every move anybody does just to get a piece of the cake. Man, peace out, man. Oh love, man. Oh love. We ain't spreading no hate, man. You know what we just lit, man. نشكر الفنان الكبير ترافيس سكوت على هذه المداخلة، وتشرفنا بيك في
الفيك اس شو بتاعنا. اي تعليق على المداخله دي؟ ربنا يكرمه يا رب، الفنان ترافيس سكوت فنان كبير يعني، واحب له الخير وخلوق يعني. ايه تعليقك او ردك على الكلام اللي هو قاله يعني؟ والله يعني انا شايف ما فهمتش حاجه بصراحه. طيب هل انت شايف ان شهرتك تعدت محمد رمضان؟ طبعا الفيديو بتاعي جاب مليون، واخواتي وحبايبي في طبخه كلهم بيتصوروا معايا وقالوا لي ابن المنصوره طبيعي على الفنان، وحتى رجاله ستات كبار في السن بيشوفوني في الشارع بيقولوا لي انت بترسم الفرحه على وشوش اطفالنا وانت اولى من اي حد والغريب. ما هو طبيعي من اللي انت بتعمله ده العيال الصغيره هتضحك عليك. بس انت كده حسابك معدي اللي انت دافعه، وابوك مفهمني ان انت اصلا معتوه ودافع لي 3000 جنيه وكرتونتين زيت تموين، عامل بيهم ايه؟ انا مش كده كتير يعني، كتر خير القناه قوي يعني انها جابت واحد زيك. قناه يا ريس انتوا عندكم 5 مشاهدات بالعافيه يا ابني، احنا مفبركين لك الفيوز على الفيديو اصلا. صباح الفل، حياتك كلها مزيفه، ما جاتش على اللقاء يعني. انا اصلا شغال في كشك سجاير ده تحت عربيه الكبده اللي هناك دي. ابو عمرو جاي قال لي في حوار، خد البدله والشورت الكوتري وانزل وقول اي كلمتين من اي بوست على موقع الانترفيو والاتش ار بتاعه المذيعين، واخد سبوبتي وعلبتين ترك. احنا لسه على اللايف يا باشمهندس.